النهاردة هنحكي حكاية واد من جزيرة صغيرة عنده حلم أكبر من الدنيا كلها، حلم إنه يبقى لعيب كرة أسطورة. ده كريستيانو رونالدو. قصة كفاح وإصرار هتخليكوا تقوموا تحققوا أحلامكوا دلوقتي. البداية كانت في جزيرة ماديرا، بدأ الحلم الكبير بتاع كريستيانو رونالدو. كان يا مكان في جزيرة ماديرا البرتغالية اتولد واد اسمه كريستيانو. أبوه كان بستاني وأمه كانت بتشتغل طباخة، يعني عيش على القد. بس الواد ده كان عنده حلم واحد بس، يبقى لعيب كورة عالمي. بدأ يدحرج الكورة في نادي أندورينها، نادي صغير كده على قده، بس الواد كان بيعمل العجب. كبر الواد شوية واتنقل لناسيونال ماديرا وبدأ يلعب بجد. في سن 12 سنة راح لشبونة وانضم لأكاديمية سبورتنج، وهناك بقى لعيب بجد. لعب أول ماتش مع الفريق الأول والناس كلها اتجننت على مهاراته. السير أليكس فيرجسون شافه وقال له تعالى يا واد، انت هتبقى مكاني في مانشستر. وهناك بقى الواد نجم النجوم، وخد الدوري الإنجليزي 3 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ودوري أبطال أوروبا مرة، والكرة الذهبية مرة. في مانشستر كان صحابه فرديناند وروني. راح ريال مدريد وهناك بقى أسطورة، جاب أهداف أكتر من عدد شعر راسه، وخد الدوري الأسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والكرة الذهبية 4 مرات. في ريال مدريد كان صحابه سيرجيو راموس مارسيلو. راح إيطاليا وخد الدوري الإيطالي مع يوفنتوس مرتين، كأس إيطاليا مرة. وفي يوفنتوس كان صحابه جيرجيو كليني وباولو ديبالا. رجع البيت القديم مانشستر يونايتد، بس الدنيا ما كانتش زي الأول خالص في مانشستر يونايتد. في رجعته التانية كان صحابه برونو فرنانديز، وعدوه اللدود كان إيريك تين هاج. طبعا ده بسبب خلافات في وجهة النظر. دلوقتي هو في السعودية في نادي النصر السعودي، وبقى نجم الدوري السعودي، وخلى محترفين كتير من جميع أنحاء العالم يروحوا الدوري السعودي بسببه. في النهاية الإصرار والعزيمة، إن الواد كريستيانو ده مثال للجد والتعب. بدأ من الصفر ووصل للقمة ولسه مكمل.